السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد معاكم النهاردة. فاضل أقل من 48 ساعة على كلاسيكو الأرض، ريال مدريد وبرشلونة. ريال مدريد هيلاعب برشلونة بعد ما برشلونة كسبت البايرن. ولو عايز تعرف أكبر نتائج في تاريخ مباراة البايرن وبرشلونة هسيب لك لينك الفيديو تحت. وبروسيا دورتموند خسر من ريال مدريد 5-2 في الأبطال. فإحنا النهاردة جايين نتكلم بمناسبة النتائج الكبيرة اللي حصلت في الماتشين عن أكتر 10 لعيبة تسجيلا للأهداف في تاريخ الكلاسيكو، سواء لعيبة حالية سابقة معتزلة ميتة عايشة اي حاجة، هم دول اللي هيتحطوا في القائمة اكتر 10 لعيبة تسجيلا في تاريخ الكلاسيكو على الاطلاق. خلينا نبدأ من الأقل للأكتر. ومعانا في المركز العاشر هيجي معانا المهاجم الأوروجواياني السفاح لويس سواريز. وبالمناسبة اللي محدش يعرفه إن لويس سواريز لاعب برشلونة هو ثالث الهدافين التاريخيين لنادي برشلونة. مش هقول لك بكام جون عشان لو عملنا فيديو بعد كده تخش تتفرج. وسجل لويس سواريز في مختلف مباريات الكلاسيكو اللي لعبها مع نادي برشلونة فقط، ولم يلعب بقميص ريال مدريد 11 هدف. في المركز الثالث انا حطيت لك صورته بس مش هتعرفه غير ما احكي لك عنه. هو لاعب مدريد، هو من الهدافين التاريخيين لريال مدريد ومن هدافين التاريخيين لتسجيل بالراس. مش عارف انت عرفته ولا لا، بس هو كارلوس سانتيانا لاعب ريال مدريد، واحرز مع ريال مدريد 12 هدف كامل. نأتي إلى المركز الثامن، حبيب فيفا، حبيب الملايين، حبيب لعبة فيفا خصوصا على الإطلاق. ولو شفت وشه ما عرفتوش يبقى أنت ما اتفرجتش على ولا جايزة من اللي متسميين باسمه. هو اللاعب بوشكاش لاعب ريال مدريد، صاحب ال 14 هدف في تاريخ الكلاسيكو، ملك الأجوان القديمة، صاحب ال5 دوري أبطال مع ريال مدريد. في المركز السابع معانا بيأتي لاعب ايضا لريال مدريد لكنه لاعب اسطوري، لاعب عظيم. حطيت لك صورته مش هتعرفه لانه قديم، تعال احكي لك عنه الاول. اللاعب مضى في جراج لانه كان خايف من جمهور راسنغ ستاندر. هو لاعب من اللاعبين التاريخيين لريال مدريد لانه هو اللاعب الوحيد في التاريخ لحد اخر بطولة دوري ابطال لريال مدريد اللي حصل على 6 دوري ابطال اوروبا مجتمعين. حتى انه هو كان ساعتها عايش في مجمع سكني، ما كانش عايش في العاصمة لانه هو قروي وكان خايف من اجواء العاصمة لحد ما اتعود عليها. وبعد ما قلت لك 6 ابطال المفروض تكون عرفته لوحدك. هو اللاعب خينتو، وسجل خينتو مع ريال مدريد 14 هدف مثله مثل فيرنس بوشكاش. وبنفس الرصيد وبنفس الرقم بس المرة دي لاعب لنادي برشلونة، وانا حطيت لك صورته برضه مش هتعرفه لانه هو لاعب قديم شوية. هو سيزار رودريجو الفاريز. وبالمناسبة هو لاعب جامد جدا في برشلونة لدرجة ان هو تاني الهدافين التاريخيين لنادي برشلونة. ومش هقول لك برضه جايب كام جون عشان لو عملنا فيديو تتفرج فانت كده عرفت. التالت والتاني هو سيزار ولويس سواريز. احرز سيزار بنفس الرقم برضه في الكلاسيكو 14 جون كاملين. ونأتي بقى للتوب 5. والتوب 5 معنا في المركز الخامس لاعب سابق لريال مدريد وحاليا شغال في الكاستيا مع ريال مدريد وبيحاول خطوة خطوة يتعلم عشان يبقى مدرب. وانا حطيت لك صورته فانت اكيد عرفت. هو الاسطورة التاريخ راؤول جونزاليس، واحد من الهدافين التاريخيين لدوري ابطال، واحد من الهدافين التاريخيين لريال مدريد، وهو ايضا واحد من الهدافين التاريخيين للكلاسيكو برصيد 15 هدف كاملين. الاسباني راؤول عمل كل حاجة مع ريال مدريد قبل ظهور عصر ميسي ورونالدو. يأتي في المركز الرابع معانا هو لاعب ما زال يمارس كرة القدم حتى الآن لكنه ليس في اسبانيا ولكنه ذهب للسعودية. في السعودية في 2 لعيبة جامدين قوي من ريال مدريد راحوا السعودية. يا ترى انا قصدي على انهي منهم؟ انا قصدي على اللي في الصورة قدامك. هو لاعب ريال مدريد والاتحاد السعودي، هو صاحب الكرة الذهبية كريم بنزيما. سجل كام كريم بنزيما؟ كريم بنزيما مع ريال مدريد سجل 16 هدف في تاريخ الكلاسيكو، يضعه في المركز الرابع.
وصلنا للتوب 3 وانا حطيت لك صورته. المفروض تعرفه لو انت مدريدي اصيل، حتى لو مش مدريدي اصيل المفروض تعرفه، لان انا قلت لك فيرنس بوشكاش وقلت لك كمان خنتو. فالدور على اللي اتبقى منهم من الثلاثي، نعم، هو الفريدو دي ستيفانو لاعب ريال مدريد الاسطوره، صاحب الكره الذهبيه وصاحب 5 دوري ابطال. الفريدو دي ستيفانو احرز مع ريال مدريد 18 هدف كاملين في تاريخ الكلاسيكو. وبنفس الرصيد في المركز الثاني، بس انا ما حطيتوش المركز الثالث عشان ما تقولش ان انا مستقصده. وهو المركز الثاني طبعا انت عرفته اكيد من الصوره، مش محتاج اقول لك، التاريخ الاسطوره هداف التاريخي صاحب اكتر عدد من الاهداف في التاريخ حتى الان. ممكن نكون في وقت نزول الفيديو بنتكلم فيه 906 هدف بالظبط، الله اعلم سجل اجوان تاني ولا لا، بس لو سجل اكيد هنعرف. هو الاسطوره كريستيانو رونالدو هداف التاريخي لكره القدم والمنتخب البرتغال والفريق ريال مدريد، واحرز فوق ال 100 جون مع اليوفي ومع مانشستر يونايتد، وبيكتب التاريخ في النصر السعودي، بس ما حققش بطولات. لو عايز تعرف ليه كريستيانو رونالدو ما حققش بطولات لحد دلوقتي مع نادي النصر، خش اتفرج على الفيديو في الديسكريبشن برضه، هتلاقي انا سايب لك اللينك تحت، وهتلاقيه ظاهر لك فوق تحت يمين شمال، هتلاقي ظهر لك الفيديو دوت. احرز رونالدو في الكلاسيكو 18 هدف كاملين زي ما قلت لك بنفس رصيد الفريدو دي ستيفانو، بس لازم احط رونالدو في المركز الثاني لان هي فرق اساطير برضه. بنوصل للصدارة وطبيعي يعني أنا ما قلتوش، فهتلاقيه هو ليونيل ميسي المتصدر، صاحب كل حاجة في كرة القدم، من بطولات، من تاريخ، من عظمة، من أسطورة، حقق كل حاجة، حقق كل حاجة حرفيا في كرة القدم، قفل اللعبة وبرضه قفل أهداف الكلاسيكو. في المركز الأول اللاعب صاحب 26 هدف ليونيل ميسي، بس ليونيل ميسي من أكتر 10 لعيبة تحقيقا للبطولات في تاريخ كرة القدم. عايز تعرف مركزهم مع كام بطولة ومين هم التسعة الباقيين؟ وبالمناسبة في لعيبة مصرية في القائمة دي، هتلاقيني سايب لك لينك برضو الفيديو تحت في الديسكريبشن، وهتلاقيه ظهر لك فوق او تحت او يمين او شمال، وهدي صورة الفيديو عشان ما تنساهوش. وبكده بنكون وصلنا لاخر القايمه اللي فيها لعيبه اساطير. وبالمناسبه كلاسيكو يوم السبت القادم، واحنا بنتكلم في الفيديو ده والفيديو نازل لك يوم الخميس الساعه 10 تقريبا 10 ونص على حسب ما انت بتتفرج على الفيديو. وبكده تكون وصلت معانا لاخر الفيديو، ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.